السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اليوم البنات غدا نشارك معكم صينية ديال الحوت من نوع الشرغو. إن شاء الله غدا نعمرو بالروز. عندي هاد النوع ديال هاد كيف ما كتشوفوا الشرغو بعد ما نظفته وعصرت عليه الحامض، وعندي التوابل: قزبر المعدنوس، الثومه، سكينجبير، كمون، البزار، التحميره، الخرق معرق، والملح حسب الذوق. وعندي الروز نص سلقه، وعندي الزيتون والحامض. بالنسبه للخضر عندي مطيشه، الفلفل، البصله والدنجال. وعندي هاد الكميه ديال الزيت، وعندي واحد الكاس ديال الماء طبعا اللي غدا نخلط به ان شاء الله. نضيف شويه في هاد، نزيد القليل في التوابل مع الزيت ونخلط مزيان حتى يتجانس ليا الكل. هنا غنزيد القليل ديال الماء كيف ما كتشوفوا البنات، نخلط مزيان حتى يتجانس ليا هاد التوابل مع هاد القزبر والمعدنوس والثومه ان شاء الله. وندوزو نعمرو الحوت ديالنا نتبلوه، وعاد نتبل كذلك الروز. غدا نضيف ليه واحد المعلقه ديال هاد الشرموله حتى هي باش ياخذ لينا المذاق ديال الشرموله. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت الحوت وكان يعني نفلحو من برا. هنا غدا نتبل الحوت ديالي من الداخل باش هاد الشرموله اللي كتجي رائعه وبنينه البنات. وهنا بعد ما غنخلط ان شاء الله الروز، نتبلو بهذا القليل ديال الشرموله. غدا نعمر به الحوت. صراحه هاد الحوت جا رائع وجا بنين البنات. اتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه ديالي. غنعمر الحوت مزيان. راه كيبقى شاد الفورمه ديالو البنات، واخا هذا ما كيخرج لا روز لا والو. صافي هنا بعد ما عمرت الحوت ديالي ان شاء الله، غاد هاد الشرموله اللي بقات غادا نزيد على هاد الزيت والقليل ديال الماء، وغادا نخلط مزيان. وغادا نشرمل هاد الخضر ديالي كامله، نتبلها بهاد الشرموله كيف ما كتشوفوا. وغادا ان شاء الله نستفها في الصينيه ديالي او اللاطه. هنا غنبدا بهاد مطيشه هي الاولى، غنديرها نتبلها مزيان. وعاد غنتبل لان داك الدنجال عفوا هو اللي غنديرو هو الاول، عاد غندير فوقو مطيشه بعد ما غنكمل كل شيء ان شاء الله، لانني سبقت مطيشه هي الاولى. وغدا نحاول ندير الدنجال تحت وندير فوقو مطيشه كيف ما كتشوفوا. الدنجال البنات راه ما كيهش طياب، يعني كيطيب دغيا، ولو ديروه يعني يكون مش واخا ما يكونش رقيق راه كيطيب في البلاصه. صافي هنايا بقات ليا الفلفله والبصله، غادا نحاول نتبلهم حتى هما. وغادا نستف الكل كيف ما كتشوفوا فوق هاد الخضر اللي سبقتها هي الاولى. وكتجي وصفه غنيه بالنسبه للوليدات، الروز والحوت والخضر. صافي هنا الشرموله اللي بقات غادا نضيف عليها القليل ديال الماء، وغادا نضيفو لهاد الصينيه ديال الحوت ديالنا. انا غادا نضيف هاد الحامض المصير، وغادا نضيف كذلك الزيتون، وغادا نضيف ان شاء الله واحد الكاس ديال الماء. ما نكترش الماء، غندير غير كاس، وكاس اللي خلطت به يعني 2 كيسان صغار، لان الخضار غادا تطلق لنا السوائل. وهنا بعد ما كملت
الخضره في تستيف في الصينيه. زدت واحد نص كاس ديال الزيت. صراحه البنات جات كتشهي المنظر ديالها رغم انها باقا ما طيباش. نتمنى انكم الى عجباتكم هاد الوصفه ما تنساونيش البنات من الدعم ديالكم ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا راني مشعله الفران على 200 درجه، وغادا ندير اللاطه ديالي الطيب ان شاء الله. وبعد ما غطيب ليا هاد يطيب ليا هاد الحوت ان شاء الله نرجع معاكم. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا النتيجه ديالنا ديال الصينيه ديال الحوت ديالنا جات رائعه وجات معلكه البنات، يعني جات مشربه وجا المرق خاتر. صراحه جات بنينه البنات، وخصوصا الروز اللي درت اللي عمرت به الحوت جا بنين روعه. نتمنى انكم جربوها الوليدات ديالكم وما تنسونيش بالدعم ديالكم، لان لي لايك ديالكم البنات هي اللي كتخلي لينا الفيديو ديالنا كيتشاف وكيقترحوا لينا اليوتيوب على قنوات اخرى، فضلا منكم وليس امرا. وشهية طيبة، والى فيديو قادم ان شاء الله.